بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الفيديو عندنا الأكلة اللي بيحبها كل الأطفال والكبار برضو ما فيش حد بيختلف عليها، وبنروح نجيبها مخصوص من الفرن. هقول لكم النهاردة بسم الله ونبدأ. عندنا كيلو دقيق، رشة ملح. كيلو دقيق هياخد رشة ملح وهياخد سكر. عندنا هياخد 3 معالق سكر. هنا حطينا معلقتين، والمعلقة التالتة هنحطها على الخميرة. ومعانا هنا 5 معالق زيت، معلقة كبيرة ياخدوا 5 معالق، ومعلقة خل عشان تبقى هشة وقطنية. وهنا دي كوباية مية هناخد نصها هنحط فيها الخميرة عشان ننشط الخميرة وندوبها. انا عندي هنا خميرة من اللي بتيجي من الفرن، هي دي بصراحة بتخلي المعجنات كلها هشة وقطنية وحلوة. بس لو مش متوفر او يعني المكان مش قريب مننا ان احنا نجيبها، فعادي تستعملي بدلها الخميرة اللي هي الفورية، برضو معلقة، بتاخد معلقة. كده دوبنا الخميرة اهي، وكده هنقلب المقادير بقى اللي هو الدقيق والزيت والسكر والملح، هنقلب كله على بعضه. بعد كده نضيف الخميرة اهي بعد ما اتفعلت، ونقلب كله ونلم بقى العجينة. كده احنا خدنا اول كوباية، نيجي ناخد الكوباية التانية ونضيفها برضو على الدقيق. بنحط المية واحدة واحدة عشان المية ما تزيدش مننا. كده دي تاني كوباية، وفي الاخر هقول لكم هي خدت قد ايه مية. كده بنعجن اهو، دي تاني كوباية. هنفضل نعجن لحد العجينة ما تلم معانا، وهنحط الكوباية التالتة هناخد نصها، مش هنحطها كلها، هناخد نصها، والنص التاني هنشيله نشوف هنعوزها ولا لا. هنلم اهو كده باللم كده، نفضل نعجن. هي بتاخد يعني بتاع 10 دقايق ربع ساعة عجن، لازم نخدمها كويس عشان تدينا العجينة كويس. كده هنحط النص التاني، يبقى كده احنا حطينا كل المية 3 كوبايات مية، هي خدت معانا 3 مية بالظبط. كده اهو هنعجن، نفضل نعجن فيها لحد ما العجينة تلم معانا من الطبق خالص اهي. هفضل انا اعجن بقى لحد ما المها وارجع لكم تاني اهو. هنفضل نعجن كده لحد ما تلم معانا، هتسيب ايدينا العجينة نفسها يعني اهو. هرجع لكم تاني بقى تكون اتلمت اهي. فضلت اعجن فيها لحد ما اتلمت بالطريقة دي، ما حطيتش ولا نقطة دقيق. اوعي تقولي اللي هي ملزقة واحط دقيق، لا، هي بس محتاجة عجن، لكن هي المقادير اللي انا قلت لكم عليها هي مظبوط. كده هنريحها في الطبق اهي، ونغطيها ونسيبها لمدة نص ساعة في مكان دافي لحد ما تخمر. كده نرجع تاني بعد ما خمرت اهي، شايفين الخمر بتاعها؟ بسم الله ما شاء الله. كده هننزل الخمر بتاعها تاني عشان نبدأ نقطعها كور. ده معانا صاج مدهون زيت، وهنا نحط اول كورة اهي ونبططها بالمنظر ده. هملى الصاج كله وارجع لكم تاني اهي. بعد ما ملينا الصاج كله اهو فردناها بقت زي القرصة كده. نبدأ نحط بقى صلصة البيتزا. عرفتوا؟ اظن انتوا كده عرفتوا النهاردة هنعمل ايه. هي الميني بيتزا، والصلصة بتاعتها عبارة عن شوية زبدة او سمنة، وعليها سن توم تصفر، ننزل عليها بالصلصة، عصير طماطم ومعلقة صلصة تتسبك، والتوابل بتاعتها ملح وفلفل وزعتر بس اهو. وبدأنا نحط كله الاول الصلصة زي ما انتوا شفتوا في الفيديو، بعد كده اللحمة المعصجة، وبعد كده عندنا بقى طماطم، وعندنا جبنة موتزاريلا، وعندنا فلفل رومي متقطع شرايح. هنبدأ نوزع كل ده على وشها زي ما انتوا شايفينه موضح في الفيديو اهو. كده بنحط الفلفل، لو عندنا فلفل الوان عادي نحط، ما عندناش لحمة مفرومة ممكن نحط لانشون، سوزيز، اللي انتوا عايزينه، اي حاجة موجودة، ممكن ميكس جبن اللي انتوا حابينه. كده خلصت الكمية كلها اهي،
هتدخل بقى الفرن اهي بالطريقة دي كده. دخلت الفرن وطلعت بالحلاوة اللي انتوا شايفينها والطعامة دي. اهي احمرت من فوق ومن تحت وهشة وقطنية وطرية. شايفين من جوه عاملة زي الاسفنج ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. عايزة شير ولايك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا حبايبي.